إثر قرار الطرد المشهور الصادر عن ملك إسبانيا فيليب الثالث سنة 1609، حملت السفن الإسبانية مئات الآلاف من الأندلسيين المسلمين الذين بقوا تحت الحكم المسيحي بعد ضياع الأندلس، حملتهم من شواطئ إسبانيا لتقذف بهم على شواطئ المغرب العربي في بلاد الإسلام. نزل جمهور هؤلاء ضيوفا على البلاد التونسية، وبعد أن استأمنوا توزعتهم المدن والقرى حسب اختصاصاتهم وما تعودوا عليه من أساليب الحياة، فاستوطن بعضهم المدن وخاصة تونس العاصمة، وأسس الآخرون بلدانا فلاحية زادت عن 20، وكانوا يحملون مظاهر حضارة رقيقة لونوا بها حضارة البلاد التونسية في مستقرهم الجديد. Lo que valen son tus brazos cuando menos se me abrazan. وقد اختلطت عناصر التأثير في تونس العاصمة بعناصر أخرى من الشرق ومن الغرب، فأصبح يعسر التمييز، وفي ميدان العمارة يصلح ضريح سيدي قاسم جليزي أن يكون مثالا لهذا التأثير بقبته الهرمية وصحنه ذي الرواق الواحد وبعض عناصر زخاريفه على الجبس. أما في الصناعة فيكفي ذكر المثال التقليدي، أعني صناعة الشاشية التي أصبحت بعد حلول المهاجرين بوقت قصير من أهم الصناعات التونسية إلى وقت غير بعيد. وأكمل صورة للتأثير الأندلسي خاصة في ميدان العمارة بقيت تحتفظ بها بلدة تستور. تقع بلدة تستور على حافة أحد منحنيات نهر مجردة على مسافة 76 كيلومتر من تونس العاصمة في اتجاه مدينة الكاف، وقد أقيمت عند نشأتها على أنقاض بلدة تيشيلا الرومانية، إحدى المحطات القديمة على طريق قرطاج تبسة، وموقعها محصن يحميه من الشمال مجردة، ومن الشرق والجنوب منحدر شديد الانحدار، ومن الناحية الغربية بقايا السور الروماني، وما زالت قطعة منه قائمة حتى الآن. يتوسط هذا الحي ساحة مستطيلة صغيرة محاطة من 3 جهات بمجموعة دكاكين التجار وأصحاب الحرف، وتحتل الجهة الرابعة بقايا أول جامع أقيم في تستور. ومن هذه الساحة وهي السوق المركزية القديمة تتفرع الأزقة الضيقة بشكل ليس كامل الاستقامة،
ويبدو على أحدها بعض الاتساع، ولعله كان ممرا للفلاحين وحيواناتهم، لأنه يفضي قريبا من مكان عبور النهر نحو المزارع والبساتين المنتشرة خلف حافاته الشمالية. ومنذ البداية اعتمد المستوطنون الجدد على أنفسهم في تجهيز ما يلزم لإقامة قريتهم معماريا، فأقاموا مجموعة من الأفران لشي اليجور والقرمود الشواط وحرق الجبس والجير. هذه هي المرحلة الأولى في إقامة بلدة تستور. أما المرحلة الثانية فيمثلها القسم الممتد من الجامع الكبير الحالي إلى النهاية الغربية للبلدة العتيقة. ويتكون من 3 شوارع رئيسية، أكثرها اتساعا الأوسط منها تمتد من الشرق إلى الغرب، وتقطعها مجموعة من الأنهج الضيقة مستقيمة في اتجاهها من الجنوب إلى الشمال، معطية بذلك الشكل الشطرنجي للبلدة. تصطف على حافتي الشارع الرئيسي الأوسط وجهات المتاجر والمحلات العامة، وكانت تعمر الشارع الموازي له من الشمال المصانع الصغيرة ودكاكين أصحاب الحرف اللازمة لبلدة فلاحية مزدهرة. أما الأنهج القاطعة فتتكون كلها من واجهات البيوت، وهنا وهناك تنتصب المآذن الرشيقة التي بلغ عددها 14 بين قائم وأنقاض. وقد كان نمو هذا القسم طبيعيا، إلا أنه يبدو وكأنه وضع دفعة واحدة، لأن نموذج التخطيط كان واضحا في أذهان المؤسسين، فهو صورة من نماذج تخطيط مدنهم في وطنهم إسبانيا. ورغم أن الزمن الفاصل بين إقامة حي الرحيبة ونمو بقية البلدة لا يتجاوز نصف القرن، فإن الفرق واضح بينهما في التنظيم، وقد يكون ذلك نتيجة استقرار المتساكنين واطراح فكرة العودة بعد اليأس، رغم أن بعض المعمرين بقوا يحتفظون بمفاتيح عقاراتهم في وطنهم المهجور إلى نهاية القرن 17 وربما إلى أكثر من ذلك. يكتمل الطابع المعماري الأندلسي خاصة في عمارة الجامع الكبير. يتكون الجامع الكبير من صحنين ومسجد، صحن خارجي يلتصق بالجدار الغربي للمسجد، وصحن داخلي يكون القسم الشمالي من الجامع، تقع في زاويته الشمالية الشرقية المئذنة ذات الساعة المقلوبة، وفيه يظهر لأول مرة استعمال الحجارة الرومانية على نطاق واسع. أسس الجدران الأعمدة والتيجان، أطر الأبواب وكامل الأرضية. قال يا بني إني أرى. أما المسجد فلم تستعمل الحجارة الرومانية في عمارته ما عدا في الأعمدة والتيجان، وهو قاعة مستطيلة مغطاة بالأقبية. قال يا أبت افعل ما فوق المحراب
إطار هرمي الشكل نادر المثل، وفوق رواق المحراب قبتان، إحداهما تغطي المحراب مزخرفة بأشكال هندسية تغطي كذلك بطون الأقواس الحاملة لها، والثانية تتوسط الرواق وهي محلاة بزخارف هندسية ونباتية تفوق الأولى أناقة وإتقانا. أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم. إن الجوامع التي أقامها الأندلسيون في مدنهم بتونس في عهدهم الأول كانت تتمثل فقط في بيت الصلاة ومأذنة ملتصقة به أو قريبة منه. أما الصحون فهي إضافات متأخرة، ولعل جامع بلدة سلوجية الكبير يعطينا فكرة أوضح عن هذا التخطيط. وإن أضيف له هو الآخر صحن في عهد متأخر، تلتصق المئذنة مباشرة بالجدار الشمالي من بيت الصلاة ويصعد إليها من داخله. البيت التستوري يحتفظ إلى الآن بمعظم مميزاته، صحن مربع أو مستطيل تحيط به الغرف والمنافذ الأخرى، يحليه رواق أنيق يظل الغرفة الرئيسية في البيت، ويلتصق بالبيت اسطبل لإيواء الحيوان العامل في الحقول، يدخل إليه من باب يفتح داخل السقيفة ويربطه بالصحن ممر ضيق ذو فتحتين. هذا الاسطبل يسمى عندهم الكران. استمر الطابع الأندلسي يسيطر وحده على البلدة إلى أن تبرع أحد أمراء الدولة الحسينية بتجديد ضريح سيدي نصر القرواشي، فدخل بذلك أول عنصر أجنبي عليها. تبدو قبة الضريح غريبة بين قبات تستور، غلاف من القرمود الأخضر المصلي يكسوها من الخارج، وغشاء من الجبس المنقوش نقش حديدة يستبطنها من الداخل صحن مربع محاط بالأورقة من جهته الأربعة. مدخل الضريح من الصحن محاط بالجليز الملون، اسقيفة مستطيلة مكشوفة ذات بابين. التخطيط والمواد كلها غريبة على طابع تستور. أما المعلم الثاني الذي أدخل على البلدة العناصر الأجنبية فهو دار حبيبة مسيكة التي اتخذت دارا للثقافة في تستور. جاء هذا البيت غاية في الإتقان والبهجة، الغرف تعمرها المقاصر بدل السدة، والصحن محاط بالأروقة من 4 جهات على غير المألوف، تفتح السقيفة الفخمة عليه دون حاجز أو ستار. الأعمدة والتيجان
وبلاط الصحن، وكذلك نافورة المياه التي تحتل وسط الصحن، وعنق الماجل، كلها من المرمر المصقول المصنوع في إيطاليا. الجدران مكسوة بغلاف من الجشاني المزخرف بعديد الألوان، ورغم ذلك فقد بقيت الروح الأندلسية تسيطر على كل الأبعاد والمقاييس بلمساته الفنية الرائعة.